أكيد فكرت كويس وأخدت القرار صح؟ أكيد طبعا، بس في سؤال محيرني جدا. وإيه هو السؤال ده؟ هو ليه الإنسان لما بيغلط بيفضل يتعاقب طول حياته على غلطه، والمفروض إنه يتعاقب عليه مرة؟ ما انتش عارف أقولك أنا. عشان احنا عايشين في مجتمع شرقي، العادات فيه إن الصح صح والغلط غلط. بس ده مجتمع ظالم قوي، بيحكم على الإنسان بالموت أو إنه يفضل طول عمره يعمل الغلط. علشان كده كده مفيش حد راضي يديله فرصة تانية. أنا خلاص أخدت قراري ومش راجع فيه تاني. صدقني انت اللي هتندم وهتخسر كتير قوي بالقرار بتاعك ده. ست شروق يا ست شروق، يا ستي، عايزة ايه يا نرجس؟ مش قلتلك مش عايزة اتكلم مع حد، ولا عايزة اكل، ولا عايزة اشرب؟ اطلعي بره بقى، سيبيني في حالي. انا اسفة يا دكتور عز، بس هي كده من امبارح ومش عارفة مالها. روحي انتي بس وانا هحل الموضوع ده، ما تشغليش بالك يا نرجس. ممكن اعرف الجميل زعلان ليه؟ انا فكرت كويس جدا ولقيت اني بحبك وما اقدرش استغنى عنك ابدا. هي انت بتقول ايه بجد؟ انت بتتكلم بجد؟ انا مش مصدقة نفسي. ليه يا حبيبتي؟ انتي ما تعرفيش قد ايه انا بحبك. انا بس هستناك النهاردة الساعة 5 عندي في البيت علشان اعرفك على والدي. ده هيفرح قوي لما يعرف اني اخيرا قررت اتجوز. انا فرحانة قوي. خلاص تمام، الساعة 5 هاجي، بس يا رب اعجب والدي. حبيبتي انتي تجنني. شايفاكي فرحانة قوي وكمان بتجهزي نفسك. وما فرحش ليه؟ انتي ناسية هو قال لي ايه؟ رغم كل اللي عرفه قال انه بيحبني وهيتجوزني. انتي شكلك كده ناسية. انتي رايحة تشوفي مين؟ رايحة تشوفي باباه، ولو كان عارف حاجة واعترض انسي انك تتجوزي. حرام عليكي، ليه دايما بتحاولي تهبطيني وتخوفيني كده؟ انتي ناسية انهم كانوا عايشين برا، اكيد ما يعرفش حاجة عني. اهلا اهلا بالاستاذ اللي سايبني لوحدي طول النهار. حقك عليا يا حبيبي، انا اسف بجد، بس لو تعرف هتفرح كتير. وهتعرفني عليها امتى؟ وحضرتك عرفت منين؟ عيب عليك، انت ناسي اني طول عمري بعرف انت عايز ايه من قبل ما تقول. هو عشان نزلت قبلك مصر وسبتك سنتين ونص لوحدك هكون نسيت؟ ربنا يخليك لينا يا حبيبي. هي عامة هتيجي كمان نص ساعة عشان أعرفك عليها. تمام تمام، هكون أنا خلصت اللي ورايا. ايه الشياكة دي كلها يا حبيبي؟ الفرحة باينة عليك، هي اتأخرت كده ليه؟ حبيبي أنا برضو شكلك كده هتقطع عليا. لا هي ما اتأخرتش، فاضل لسه 4 دقايق. وأخيرا أهي وصلت، اتفضلي يا عمري. انا اسفة قوي على التأخير. أعرفك على بابا شروق يا بابا. أهلا أهلا بمرات ابني إن شاء الله. ازاي حضرتك يا بابا؟ ايه ده مين هو انتي؟ اطلعي برا بيتي يا مجرمة. بس حضرتك كده بتظلمني. لو سمحت يا بابا ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ انا عارف انها اكيد غشتك يا ابني وما تعرفش عنها حاجة. لا يا بابا، شروق ما غشتنيش وانا اعرف عنها كل حاجة وانا موافق عليها. انت اكيد اتجننت ومش عارف انك بتهد كل اللي بنيته بايدك. ادخل كده على مواقع التواصل وانت هتعرف مين هي. وعلى فكرة وقتها ما كانش اسمها شروق، كان اسمها فريدة. وما تفكرش في نفسك بس،
فكر انك لو اتجوزتها وخلفت منها ولاد هيكون ايه مصيرهم. ايه ده كله للدرجة دي؟ كانت مشهورة قوي كده. اعمل ايه؟ انا مخنوق مش طايق نفسي يا ربي. هو في ايه يا عز؟ بكلمك مش بترد عليا ليه؟ هو خلاص كده الآية انقلبت؟ يا ريتني ما كنت شفتك ولا قابلتك، انا كنت اتعودت على اني اكون لوحدي. رد عليا، رد ارجوك، ما تعملش فيا كده. انا سامحت نفسي مرة ومش هقدر اسامح نفسي تاني، ارجوك رد. معلش انا مخنوق، لازم اقعد مع نفسي شوية. انا تعبت مش عارف اعمل ايه، اتخلى عنها علشان الناس والمجتمع ولا افضل متمسك برأيي؟ انا فين؟ انا شايف كده من كتر التعب نمت من غير ما احس على نفسي. بس خلاص انا متمسك برأيي ومش مهم المجتمع لما اروح افرح. ازيك يا نرجس، عاملة ايه؟ لو سمحتي ناديلي ستك شروق. صحيح هو انت لابسة كده ليه؟ ومين دول؟ ردي، في ايه؟ اتكلمي. مش عارفة اقول لحضرتك ايه. ستي تعيش انت، رجعت الصبح زعلانة وبعد كده انتحر. انا السبب، انا المجرم. ومش انا بس، انا ووالدي والمجتمع وكل واحد مش بيقبل انه يسامح انسان غلط وتعاقب على غلطه مرة وندم.